دي جي اي اوسمو بوكيت 3 واحدة من أفضل الكاميرات حاليا لصناع المحتوى، وبقالها معايا تقريبا 3 شهور. فأنا قلت أعمل ريفيو عن الكاميرا دي وأحكي لكم عن مميزاتها، وفي نفس الوقت أجاوب على أسئلتكم من ناحية هل الجو برو والآيفون أفضل من الكاميرا دي ولا لأ. اللي بيميز البوكيت 3 عن أي كاميرا تانية هو الكواليتي العالي جدا بالنسبة لحجم الكاميرا، خاصة بالليل. يعني مفيش كاميرا في نفس الحجم بنفس الجودة. يمكن الآيفون قريب شوية، لكن بالليل برضو الأوسمو بوكيت 3 تكسب عشان ال1 انش سنسور. الواحد كمان ممكن يصور دي لوج ام لو عايز يعمل تعديلات كتير في الكالر جريدنج، بس انا عن نفسي بصور بالنورمال كلر بروفايل لان بحس ان بيبقى مناسب عادي في الفلوجات، وبقدر اعمل عليه تعديلات بسيطه. بزود شويه تدفئه للصوره لان الاوتو وايت بالانس بتاع الاوسمو بوكيت 3 بيبقى ساقع شويه. كمان بقلل من الاكسبوجر لان الهايلايتس تبقى اوفر اكسبوزد في الاوتو مود. انا عن نفسي مش معترف ان الواحد لازم يبقى عنده دي اس ال ار او كاميرا تقيل عشان يصور محتوى حلو. يعني كاميرا زي البوكيت 3 هتديك كواليتي عالي جدا في اتش دي ار، الاستابيليزيشن عالي، خفيفه، واحيانا الاستابيليزيشن هيبقى افضل 100 مره من اي دي اس ال ار بدون جيمبل. واكتر حاجه عجباني في الكاميرا دي هو الاكتيف تراك. يعني لو بتحب تصور هايبر لابس انت بتعمل مارك الاوبجكت اللي عايز تتبعه، والجيمبل هيمشي وراه وانت ماشي من غير ما تشغل بالك. زائد لو بتصور في الاماكن العامه مش هتلفت النظر لان الناس كتير ما يعرفوش عن النوع ده من الكاميرات. طبعا اللي بيميز اي دي اس ال ار او اي كاميرا بروفيشنال كبيره ان بتدي انطباع للناس ان انت شخص محترف، شخص بروفيشنال هيصور جوده عاليه جدا. فانت لو رايح مكان مهم بالاوسمو بوكيت 3 وهتصور يقول لك ايه يا ابني الكاميرا اللي انت جايبها دي؟ روح هات كاميرا بروفيشنال. فخليني اروح اجيب كوبايه شاي بدل ما اجيب كاميرا تانية. شاي مولع. بصراحة أنا مبسوط جدا بالكاميرا، وبقت تشجعني أكتر إن أنا أصور محتوى وفلوجات للقناة. بالنسبة لي الباتري لايف معقول، يعني مش وحش، بس في كمان سوبر شارجنج فده بيسهل الأمر لو عايز تشحن الكاميرا بسرعة. وكمان اشتريت شوية أكسسوارز زي السكرين بروتكتور، وكمان قاعدة للكاميرا لأن ما بتقفش متوازنة. وفي نفس الوقت اشتريت ميني ترايبود من أمازون لأن ما اشتريتش الكريتور كومبو، ولأن ما حسيتش برضو إن الكريتور كومبو يساوي المبلغ. انا عن نفسي مش محتاج الباتري اكستنشن لان فيها سوبر شارجنج، مش محتاج الوايد انجل لينس لان شايف ان اللينس اللي اوريدي موجوده كويسه، وكمان مش محتاج الشنطه. وفي نفس الوقت لو اشتريت الستاندرد كومبو واشتريت الدي جي اي مايك لوحده هتبقى اوفر من الكريتور كومبو. اتكلمت عن عيوب الكاميرا دي قبل كده وهتلاقوا الفيديو في البايو او التعليقات، لكن مع استخدامي ل3 شهور لقيت عيوب اكتر، من ضمنهم الدي جي اي ابلكيشن او التطبيق بتاع دي جي اي. التطبيق ده بستخدمه لما باجي انقل الصور وفيديوهات من الكاميرا للموبايل. المشكله في المولتي تاسكينج، لو انت داخل الدي جي اي ابلكيشن وخرجت منه ترجع تاني الابلكيشن هتلاقي ان الكاميرا محتاجه تعمل ريكونكت، فدي حاجه مستفزه جدا. فكل شويه لازم اعمل ريكونكت للكاميرا كل ما اخرج من الابلكيشن. تاني عيب في الكاميرا هو الفيكست ابرتشر او فتحه العدسه الثابته. فتحه العدسه في الاوسمو بوكيت 3 واسعه جدا فبتديك بوكه جميله وبتدخل اضاءه كتير للسنسور، لكن لو بتصور وراك ناس هيبقوا اوت اوف فوكس. فانت لو بتحب تصور فلوجات تكون وايد انجل وكل شيء وراك بيبقى واضح في الخلفيه، يبقى تشتري اكشن كاميرا زي جو برو او الاوسمو اكشن. نفس الشيء لو هتصور رحلات فيها مغامرات او هتصور في مطر، الاكشن كاميرا هتبقى مناسبه ليك اكتر، لان الاوسمو بوكيت 3 ولا ضد الميه ولا ضد اي حاجه. فعشان كده انا عملت لها دي جي اي كير اشتراك لمده سنه، وهشوف مع الوقت هتستحمل قد ايه. طيب هل الايفون افضل ولا الاوسمو بوكيت 3 افضل؟ انا نفسي شايف ان الاوسمو بوكيت 3 افضل لو انت بتحب تصور فلوجز، لان في شاشه وتقدر تشوف نفسك وانت بتصور. لكن الايفون عندك يعني 3 اختيارات، عندك 3 عدسات، الوايد انجل لينس، الالترا وايد انجل لينس، والزوم لينس. فانا بالنسبه لي بستخدم الكاميرتين، بستخدم الاوسمو بوكيت 3 في الفلوجز، وبستخدم الايفون في الزوم لينس والالترا وايد انجل لينس. وده كان ريفيو للاوسمو بوكيت بعد استخدام 3 شهور. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ولو عندكم اي اسئله اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش بقى الاشتراك في القناه واللايك. سلام.